حسن، ايوه. هو انا لازم اروح الجيم لما يكون وزني زيادة؟ لا طبعا مش لازم. انا مثلا خلال ال8 سنين اللي فاتوا عدى عليا ناس كتير، ممكن اقسمهم ثلاثه. اول شخص ممكن يكون عدى عليا، اول فئه عدت عليا، ده شخص رفيع اوريدي ميزانه قليل جدا. ده بيكون جاي الجيم عشان وزنه يزيد. ده شخص بيبقى اهتمامه اكتر بالتمرين اللي فيه ريزيستنس، فيه اوزان، فيه مقاومه اكتر، والكارديو بتاعه بيكون اقل شويه، زائد الوجبات بتكون اكتر. تاني فئه عندنا، ده بيكون شخص زي ما انت قلتي بقى، يكون شخص ميزانه زايد، دهونه زياده، عنده عضلات بس الدهون ازيد بكتير من العضلات. ده بيكون محتاجه كله ان هو ينزل الدهون الزياده دي. الكارديو بتاعه بيكون اكتر شويه من الشخص الاولاني، لكن الاكل بتاعه طبعا بيكون اقل، الكارب بتاعه بيكون اقل شويه، الفات بتاعته بتكون اقل، والكالوريز ان جنرال بيكون اقل من الشخص الاولاني. الشخص الثالث ده بيكون شخص ميزانه مظبوط لكن شكل جسمه مش احسن حاجه. ده اللي بيعمله ايه؟ ان هو بيزود الكتله العضليه وينزل الدهون. طبعا تظبيط الاكل بيكون بالنسبه له رقم واحد، زائد ان هو بيكون طبعا بين الاثنين دول. التمرين بتاعه بيكون طبعا كويس، لكن الكارديو بتاعه بيكون معتدل، ولا هو زياده ولا هو قليل. بس كده. هو انا لازم عشان اروح الجيم؟ نادي عليا. مش لازم. انا ممكن اقول لكم مثلا الاجسام، لا اقول لكم دي يعني. طبعا مش لازم. عامة الفترة